طريقة الجلاش الشرقي من غير بقى لا عجن ولا فرد، هتعمليه بكل سهولة، حاجة كده اخر جمال. في 5 دقايق هيكون جاهز معاكي. نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. هنا معانا بقى بصلتين هنشوحهم كده. نبدأ نعمل العصاج الاول بتاع الجلاش او البيتزا الشرقي. نزلنا باللحمه كده بعد ما البصل يا دوبك دبل معانا. ننزل بقى فلفل الوان اول ما اللحمه تغير لون، وننزل بقى بفلفل اسمر، توابل لحمه، شويه ملح صغننين كده. ومعانا هنا بقى كده لفه جلاش نص كيلو. نجيب صينيه بقى مربعه كده، مربعه مدوره مش هتفرق، بس المدوره بتاخد معاكي وقت شويه، فالمربعه افضل يعني. ندهنها بقى بالسمنه كده. نبتدي الرز بقى كل رقين لازم ندهنهم بالسمنه عشان يطلع مورق معانا. هنحط نص الكمية بتاعت لفة الجلاش معانا تحت، والنص التاني بعد العصاج فوق. هنا الجلاش كبير على الصينية، فانا بتنيه كده من ناحية على الناحية دي مرة، والناحية التانية مرة كده، بحيث ان هو يبقى متساوي معايا. هنا بقى حطيت نص الكمية، هنزل باللحمة بتاعتي، اللحمة المفرومة. هبتدي بقى ايه احط بقية الجلاش من ناحية فوق. وكل رقين ندهنهم بالسمنة زي ما ابتدينا. تمام كده. انا عامله الجلاش معاكم هنا على القناه، جلاش بالجبنه، جلاش ساده. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف بتاع الفيديو هنا لو حبيتوا تتفرجوا عليهم. القناه محتواها جميل جدا، اتمنى منكم بقى تشجعوني فيها. ما تنسونوش بلايك يا جماعه. هنا قطعناها بقى كده. ومعايا كوبايه لبن، هنزل عليها ببضايه ورشه فلفل اسمر وشويه ملح صغننين. تمام. نقلبهم بقى مع بعض كده. نحطهم بقى على وش الجلاش. نخلي الخليط ده في كل مكان كده في الصينية. تمام كده. نيجي بقى نزين الجلاش بتاعنا بقى، وش البيتزا. معنا هنا فلفل الوان مقطعينه مربعات صغننه كده، ومعايا طماطمايه، وزيتون مخلي. نبتدي بقى نحط ده كله كده على الوش معانا. ونحط بقى الجبنه الموزاريلا عشان تدينا مطه جميله كده وطعم جميل.
ندخلها بقى هنا. في الوقت ده كان مشغله الفرن على 180 درجه حراره، 180. هنحطها على الرف الوسطاني اللي في الوسط. ما بتاخدش تلت ساعه كبيرها قوي، وتطلع معانا بقى بالجمال دوت. وفرحي اولادك باقل التكاليف، حاجه بسيطه وتعمليها بنظافه في البيت. جميله جدا.